الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح
اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، حقق إيماننا وارفع درجتنا، وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا
اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وهو الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اللهم إني أسألك بسر سرك المصون العصمة والتوفيق والحفظ والحراسة والحماية والوقاية وحفظا تاما بما حفظت به كتابك المبين وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المقربين وأفض علينا من بحار العناية والتوفيق والمحبة الصادقة الصديقية وارزقنا من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واكشف لي ونزحني من الأوهام والحضني وامددني من المدد الرباني والفضل والشفقة والرأفة واللطف والإحاطة بك لا أتي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وقصرت الألسن عن وصف صفاته فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو الحق المبين يا ذا الكرم والوفاء يا عالم السر وأخفى يا قوي يا عزيز نسألك العصمة في الحركات والسكنات وأسبل علينا النور الأكمل واجعلنا ممن شهد تحقيق العبودية وارزقنا ورقنا إلى أسنى حسن السيرة الحميدة وارأب بنا وارحمنا واحمنا حماية تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من أهل رتبة الرضا والراضين بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك للهداية وأسبل علينا من فضل جودك وفضلك العظيم يا الله يا رب يا رحيم يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير هب لنا النعم ظاهرها وباطنها واجعلنا مصحوبين منك باللطف والتوفيق يا فتاح يا عليم يا غني يا كريم تكرم علينا بما تكرمت به على الصديقين من عبادك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد دللتنا بك عليك وهديتنا منك بك إليك فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بفضلك إليك مع الصفاء السريرة يا رب وعصمة قوية من الشيطان الرجيم وامنحنا من منحك وأصلح منا ما ظهر وما بطن اللفظ والمعنى واجعلها محجة سبيلها لك خالصة وحجة على أعدائك وأغننا بلا سؤال منك واجعل توحيدنا توحيد الموفقين واسلك بنا منهج المقربين وانهض همتنا إلى حضرة الصديقين إلى ذروة رتبة أهل الكمال الكملاء والفضلاء وأطلق ألسنتنا بحمدك ومجدك وحل بيننا وبين كل حائل يحول بيننا وبينك بحولك وقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك بأسمائك التي ادخرتها في خزائنك التي خزنتها لمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهج الموفقين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أسبل علينا خلأ الهداية
التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا نور السماوات والأرض، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا دائم شهود الأكمل والنور الأول والعقل الأفضل. اللهم ردنا برضاك وخصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين. حاميم 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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأقسمت عليك بسر سرك الغامض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجعلنا ممن ظهرت عليه شمس السعادة ومحبة من أحبته من عبادك وأوليائك، ولا تجعلنا ممن عبدك أبدا غيرك فظهرت عليه الشقاوة. فهب لي وامنحني من مواهب السعداء، وعصمني من موارد الأشقياء. والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من أحرمته مع كثرة السؤال لك. فأغننا بلا سؤال منك بفضلك وجودك وكرمك، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت به علينا من فيض إحسانك. وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير. يا وهاب هب لنا من خلق النعم التي لا علينا فيها فريضة الشكر، واكسنا من خلق الرضا كسوة تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن مع السلامة والعافية. اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع، والشكر عند العطاء، والتواضع عند البسط، وأخرج حب الرياسة منا. وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ارزقنا نور التوحيد، واعصمنا واهدنا وأرشدنا إلى أسنى طريق العارفين، وبلغنا ما بلغتهم من السر المصون الذي جعلته سفينة للصديقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية. كافها يا عين صاد طه ياسين والقرآن الحكيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من علينا بالمنة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه، أفض علينا من جزيل إحسانك الفائض من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا ممن لا يزال واقفا بين يديك. وارحمنا واحرسنا يا رب بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي. اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حليم، أسألك أن تحفظنا وتحرسنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا فيه حساب، وعطاء من غير سؤال ولا حساب.
ومنة سابقة أزلية يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم قد منحتني ومننت علي برضا منك من غير مقابلة مني ومشيتي إليك ولا حركة ولا سكون لي إلا بك أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي وأنت النصير لي فانصرني وانصر بي وأنت خير الناصرين حاميم عين سين قاف حمايتنا وستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ دلنا بك عليك واهدنا بك إليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين كافها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزه لا يبغيان اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم يا نور السماوات والأرض هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وقد تعززت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون انصرنا بنصرك وأعزنا بعزك واجعلنا من أهل رتبة الكمال وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية ودوام العافية والستر على العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا رب ولذريتنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله من حزبه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتح الخاتم سيد الأولين والآخرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأمهما من يومنا هذا إلى يوم الدين واجعلنا منهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد ما في علم الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك
اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر والصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اكتم هوانا إن أردت رضانا وهذرت به بسرنا لسوانا وخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لواءنا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي آينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهض بعزمي لا تكونوا مقصرا وانظر تلال الشاق حوله
همانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بأشتكهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا معنانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغلا بهم والهنا كرر للسمع ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا الحمد لله رب العالمين. Mari kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan anak kita Muhammad Hasan, keponakan daripada Ustaz Syukri. Muhammad Hasan bin Taufik bin Ali bin Hasan bin Syahab, anallah yashfihi, anallah yashfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alaman ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا رب بركة كافة ملائكة الرسل الأنبياء إلا أولياء إلا صالح من وارد مشارق الأرض إلا مغربه من ولدني الخلانة شفاء السيد محمد حسن بن أحمد توفيق بن شهاب وشفاءنا ربنا اللهم بحق ربنا ظاهر هذه السماء تقدس أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من عندك والشفاء عن شفائك
سيدنا محمد سنة اشفي عنه من جميع أمراض السقام يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. لساني بحمد الله قد علنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا. فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا. عليه اعتمادي وهو ذخري وملجئي. وكم قد حباني من مواهبه برا. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالتي وأرجوه في الأخرى. هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضرا. وليس له إلا التفاتك ماجلا يقيه البلاء والبؤس والهم والشر. دعوتك والتقصير وصفي وإنما لإحسانك المألوف لم ألتمس عذرا. بحقك حقق صدق حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك أجرا. وخذ بيدي في مسلك الرشد ظافرا بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى. ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتباعه خذ بي ويسر لي اليسرى. ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باك لا
أطيق له صبرا عنكم به من حيث قامت شواهد التعلق بالمختار في ذلك المجرى بوصف اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق ما يوجب الذكرى ومن كان مثلي في البطالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفر فغفرا فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك التمس الستر بجاه رسول الله أشرف مرسل وعلى الورى فضلا وارفائهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salat wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahbabtahu wa qarribna ila amalin tuqarribuni ila hubbik. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha amradatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah pada malam yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa berzikir, berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa membaca doa dan melanjutkan majelis ta'lim Wirdul Kabir yang selama ini kita asuh dengan membaca kitab Sulamut Taufiq, tangga untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila anggala wa min dzalika an nu'min bi malaikatillah wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Termasuk yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu artinya orang balik dan berakal. Namanya mukallaf, mereka yang dapat tuntutan. Dia harus beriman, iman kepada Rasul, kepada malaikat. Dia meyakini bahwasanya malaikat itu umanah Allah, Rasulullah, malaikat itu utusan-utusan Allah. Yusabbihuna bil laili wan nahari la yabtaruna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat.
Malaikat itu selalu menuruti perintah Allah. Wala yusafuna bil unusah wala zukurah. Malaikat itu tidak laki, tidak juga perempuan. Tidak boleh kita nisbahkan malaikat laki atau malaikat itu perempuan. Dan mereka itu ada tugas-tugasnya. Malaikat yang harus kita yakini. Kemudian wa nu'min bi rusulih. Wa minal iman anak tagid. Kita berkeyakinan. Kita percaya bahwa Allah itu mempunyai rasul. Abdulul khalqi, paling abdulnya manusia adalah rasul-rasulnya. Wa abdulur rusuli sayyidina Muhammad SAW. Wa abdulul khalqi alal itlaqi, nabiyuna famil anishigogi. Makhluk yang paling abdul di alam semesta ini Nabi Muhammad. Paling abdulnya manusia di alam semesta ini. Berapa jumlahnya nabi dan rasul? Ikhtalafatil ulama jumlah nabi dan rasul. Ada yang mengatakan 1024, 124.000. Ada yang mengatakan 313. Alhasil kata ulama tidak menyebutkan jumlahnya. Allah mengutus malaikat, Allah mengutus nabi dan rasul banyak. Yang wajib kita imani cuma 25. Itu yang wajib kita imani. Kenapa? Tidak kita tentukan jumlahnya. Kalau kita tentukan takut kita salah ngitung. Orang-orang yang kita katakan nabi atau bukan nabi, bukan rasul. Orang yang kita katakan tidak nabi dan rasul atau dia nabi dan rasul. Makanya kata ulama tidak nuhaddid bi'adadihim, tidak menyebutkan jumlah mereka. Yang wajib kita imani cuma 25 nabi dan rasul. Kemudian wal kutubihi, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat, Zabur, Injil. Injil kepada Nabi Musa, Taurat kepada Musa, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. 4 kitab ini yang wajib kita imani. Wabil godari, wabil godri atau wabil godari. Wabil godri atau wabil godari, takdir. Baik takdir itu baik ataupun takdir yang tidak baik, semuanya dari Allah. Kita melakukan kebaikan, duduk di sini, ini muqaddar minallah, baik. Kita melakukan maksiat, juga takdir hakikatnya dari Allah. Cuman tidak boleh nisbatu syarr ilallah, mimbabil adab. Ada jin dalam Al-Quran, dia pandai beradab. Wala nadri asyarrun urida biman fil ardi am aroda bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu asyarun, apakah keburukan yang diinginkan. Siapa yang menginginkan tidak disebutkannya. Itu kata ulama, jin itu beradab. Nabi Khidir waktu menghancurkan kapal, dia tidak nisbahkan kepada Allah. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Dia nisbahkan pada dirinya, tidak nisbahkan pada Allah. Nabi Ibrahim, wahwalladzi yud'imuni wa yuskini wa idza maritu bahwa yashfini. Kata ulama, tidak adab, tidak etis kita nisbahkan keburukan kepada Allah. Walaupun menurut hakikatnya yang baik dan yang tidak baik itu semuanya dari Allah. Kita harus percaya takdir-takdir dari Allah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali Allah. Allah menjadikan kita sebab. Makanya dalam kehidupan di dunia ini banyak-banyak berdoa supaya tertolak takdir yang tidak baik untuk kita, menjadi takdir yang baik, dan minta diringankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzalika nu'min annahu sallallahu khatimun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam. Juga kita berkeyakinan, kita beriman bahwa Nabi Muhammad SAW khotamun nabiyyin boleh, khotimun nabiyyin boleh. Penutup para nabi, habis ini tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang yang ngaku nabi, palsu. Jadi ada orang ngaku nabi, olah sudah palsu. Kenapa? Penutupnya para nabi. Wa sayyid waladi Adam ajmain. Tuan anaknya Nabi Adam. Artinya apa dia? Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad. Boleh kita pakai sayyid. Dalam hadis la tusawwiduni. Dijawab oleh ulama. Yang pertama, ini Rasulullah ngomong la tusawwiduni ini bahasanya salah.
Bukan arti hadisnya salah, ini paling indah hadisnya diselewengkan karena Nabi tidak ada ngomong salah. Yang benar la tusayyiduni. Tapi dalam hadis itu la tusawiduni. Makanya bahasa ini kaku kata ulamanya, bahasanya kaku. Kalau seandainya hadis ini benar, maka Rasulullah ngomong itu sebelum tahu dia itu sayyid waladi Adam. Sebelum beliau tahu annahu sayyid waladi Adam, baru beliau ngomong itu la tusawidun, jangan pakai sayyid, pakai Muhammad beh. Nah, setelah Rasulullah tahu, Rasulullah tidak ngomong lagi. Bahkan Rasulullah dewek ngomongnya, ana sayyid waladi Adam wala, atau kata ulama itu tawadhu'an minhu. Tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang afdal, yang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena kita lebih beradab, lebih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ini harus kita yakini, iman kepada malaikat, iman kepada nabi. Artinya iman Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dengan tugas-tugas tertentu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap tetes hujan yang turun ini itu ada malaikatnya. Kalau satu kali hujan, berapa tetes yang turun? Berapa malaikat? Berapa banyak malaikat yang ada di alam semesta ini? Ada malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy. Ada malaikat sayyahin yang sukanya keliling mencari majalisul ilmi. Kalau ada majelis ilmu dia turun. Di antara majelis-majelis kayak semacam ini nah. Ada malaikat jutaan sob sampai ke langit sana. Kita tidak bisa ngelihatnya. Tugasnya malaikat tadi itu. Ada malaikat yang menjaga manusia, ada yang ngawal manusia. Kecuali berapa tempat dia tidak ngawal. Di saat manusia di kamar mandi, tidak melok dia. Kalau kita kamar mandi, tidak ada malaikat yang jaga kita, yang menulis kanan kiri gitu. Kalau kita keluar melakukan maksiat, maka bisa dilihat dari kening gitu. Jangankan wong malaikat, wong biasa lagi bisa melihatnya. Wong yang dibukakan oleh Allah itu bisa melihatnya. Apa yang kita lakukan. Makanya kita jangan tutup-tutup diri kita ini. Tahu wong-wong baik itu tahu siapa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Ditutup oleh Allah maksiat kita. Amal baik kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antaranya malaikat Jibril. Ada tugasnya. Turun kepada Nabi Muhammad banyak sekali malaikat Jibril itu. Ribuan kali selama 24 tahun, Kata ulamanya turun kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril Ishrin alaf marroh, 20.000 kali. Ada dalam hadis sebutkan Sayyidina Aisyah tuh tahu sampai suara ketukan Jibril. Kalau malaikat Jibril datang ke rumah, ketokannya khusus sampai dia tahu suara bunyi ketokannya. Oh, Jibril ini yang datang ini. Saking seringnya datang ke rumah. Kita juga pacak tahu kalau di rumah gitu. Gagal, oh ini budak yang lawan yang datang ini. Kalau ibu-ibu tek-letek. Nah, kalau tamu lain lagi. Kalau lah bunyi ketokan-ketokan khusus itu malaikat Jibril tahu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian malaikat Mungkar Nakir nanyoi wong dalam kubur. Malaikat Mungkar sama Nakir. Dialah yang bakal nanyoi kita di dalam kubur. Mudah-mudahan yang baik kalau ditulis oleh Allah. Pertanyaan dalam kubur, ada tanyaan dalam kubur itu. Dari mana dalilnya? Dalam doa Nabi ngajar Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri. Berarti ada azab kubur itu. Dalam hadis yang lain marra bi qabrain. Rasulullah lewat depan dua kuburan. Innahuma la mu'adzaban. Ini dua kuburan lagi dihukum oleh Allah. Ada azab kubur ini. Dalam hadis yang lain sebutkan kenapa? La yastabri minal baul. Kalau kencing tidak benar. Nah, makanya perlu perhatian gitu belajar di majelis. Majelis ini ngobati kita. Bukan menjadi kehebat-hebatan kita, ngobati. Kita ini wong penyakitan. Dinjuk vitamin. Sehari ninjuk vitamin, tidak baik. 2 hari tidak ninjuk vitamin, tidak baik. Mbak ubat tu buang ke laut. Dah bagus ubat ini. Benar tak? Benar kan? Jadi hadir majelis untuk apa dia? Tahu ilmu gitu. Menjadikan kita baik, menjadikan kita makin santun, makin beradab. Bukan makin bersaingan. Belajar ilmu makin kurang ajar.
Kamu belajar sama siapa? Apa setan guru kamu? Makanya jangan. Ilmu ini untuk menundukkan hawa nafsu kita. Ilmu ini untuk membimbing kita. Ilmu ini untuk mengajarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu. Ini obat kan? Kalau obat tidak mempan, buang baik ke laut. Ngajari kita cara buang hajat kecil. Ini kadang-kadang disepele kok. Ada cara-caranya buang hajat, jangan sampai kita salah. Usahakan kencingnya duduk. Kencingnya duduk itu lebih ngobati. Kemudian diurut pelan-pelan didahemkan hem. Di saat kita pada hem itu yang di dalam tuh metu galau, kelep-kelep itu keluar galau, yang terbuka, jadi kotorannya bersih gitu. Kadang kita tidak bersih, kadang mana kita nak sholat kalau kita tidak bersih. Padahal masalah ini sepele. Ingat juga hadir majelis taklim, jangan lupa sholat. Jangan tidak sholat, majelis taklimnya pergi sholatnya tidak, sama bengotai gitu. Nah, jadi itu supaya kita selamat tadi itu. Tujuan kita adalah selamat dunia akhirat. Nah, jadi mungkar wa nakir yang bertanya kita dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib sama Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat-malaikat yang lainnya, dan rasul-rasulnya. Rasul, nabi-nabi, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu yang harus kita imani. Banyak jumlah mereka, cuman kita tidak tentukan berapa jumlah mereka. Kenapa? Karena lebih aman. Yang iman cuma 20 yang kita imanin tadi. Nabi-nabi dan rasul. Gala yajibu alal mu'min an ya'lam yu'allim sibyanahu wa nisa'ahu wa khudamahu asma'al anbiya. Ngajarkan nama-nama nabi, anak-anaknya duduk, sekali-sekali kita duduk sama anak kita, jangan duduk di majelis terus. Anak kita jingok, tahu apa tidak, ceritakan sama wong-wong baik, dekatkan dia, takutkan dia kepada Allah. Jadi anak-anak kita itu ada rasa takut sama Allah, ada rasa takut sama Allah. Ajari dia adab, ingat wong lebih tua hormati, sopan santun, tak doa. Itu kan termasuk taklimul bapak. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jago kamu sama keluarga kamu dari siksa api neraka. Mak mana jagonya? Alimuhum, ajari dia yang wajib, ajari dia salat, ajari dia takwa kepada Allah. Dengarkan cerita-cerita wong baik sama anak kita. Kadang duduk sama anaknya, mana pasangan kami apa tidak lolo kan duit tu lah yang diceritakannya. Sekali cerita ke yang baik, apa yang ini, ajar kelah yang baik. Anak itu paling cepat berubah. Budak kecil itu, anak-anak itu paling cepat berubah. Kalau kita tontonkan kekerasan di rumah tangga gitu, kita kasar-kasar, dia berubah jadi kasar. Berapa tahun yang lalu banyak anak SD, anak TK gulunya patah galau. Kenapa? Di TV ada Smackdown, patah galau. Kenapa? Anak kecil paling cepat berubah. Coba ajari lemah lembut, ngomong yang sopan. Kamu nak nyingok uang di rumah, nyingok anaknya. Kalau anak yang ngomong nyegat-nyegit, nah bapak nyegat-nyegit juga itu. Tidak usah jauh-jauh. Nyingok dari anak itu bisa mempengaruhi. Nah makanya kita ajar gitu, lemah lembut, sayang sama uang. Ada duit banyak, bagi gini. Jangan pelit. Jadi dia kebesak itu punya jiwa macam itu. Jangan sat duit, sat yang lain. Tidak, jiwa yang macam ini dari kecil kita didik. Supaya kita bisa mendidik anak dengan cara yang macam itu. Ini masalah yang sepele dah. Kalau anak kita di rumah tonton kan film perang, film begoco, nyingok maknya sama bapaknya berpisuan. Tenang be, anak kau jago misui kayak. Nah, jadi kalau yang baik, itu cara kita mengajar dalam rumah tangga kita. Jadi wajib mengajarkan anak-anak kita. Apa dia namu-namu nabi, namu-namu rasul. Setelah kita ajari iman, takwa, ajari yang baik tadi. Walaidununa anal wajib alaihi iman bisaina Muhammad faqat. Jadi bukan ajarkan tentang iman kepada Nabi Muhammad. Jadi kita kan harus iman kepada seluruhnya. Harus iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Isa, iman kepada nabi-nabi. Sampai Nabi Adam kita beriman mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh
fa innal iman bi jami'il anbiya zukirosmuhu fil Qur'an aw lam yuzkar wajib. Iman kepada nabi ada apa tidak namanya dalam Al-Qur'an. Ada rasul dan nabi itu naksushum, kami sebutkan kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa minhum man lam naksushum, ada yang tidak diceritakan. Banyak nabi-nabi tidak diceritakan oleh Allah. Ada. Nabi Syamwil, ada dalam tafsir Nabi Syamwil. Nabi Syamwil dalam Al-Quran tidak diceritakan, namun tafsirannya diceritakan. Itu nabi daripada nabi Bani Israel. Banyak nabi-nabi yang tidak diceritakan. Kita harus beriman. Wa min dzalika an nu'min bi kutubillah anzalallah. Kitab yang diturunkan oleh Allah 114. 50 li Syis, salasun lil Idris, Asyrah li Adam, wa Asyrah li Ibrahim, wa Taurat li Musa, wa Injil li Isa, wa Zabur li Daud, wal Furqan li Sayyidina Muhammad SAW. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Al-Quran. Al-Quran diturunkan tadrijian, golil-golil, sedikit-sedikit. Tujuannya linusabbita bihi fuadak, supaya memantapkan hati ke Nabi Muhammad. Turun seayat, turun berapa ayat. Nabi Muhammad dha'huhuna, letakkan di sini, letakkan di situ. Selama 24 tahun lebih kurang. Sedikit. Ada yang ada asbabun nuzul. Ada Al-Quran tanpa sebab, turun dewe Al-Quran tadi. Tanpa sebab. Selama 12 tahun. Ada yang nulis di daun-daun. Ada yang nulis di tulang-tulang. Ada yang hafal. Nah setelah itu kata Rasulullah SAW, jangan tulis kecuali Al-Quran. Jangan tulis hadis. Sampailah setelah itu baru dibukukan Al-Quran di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memanggil Sayyidina Umar, memanggil Ali, semuanya berdiskusi, singkat cerita mereka sepaham, sependapat. Setelah terjadi gesekan kecil, akhirnya mereka membukukan Al-Quran. Setelah banyak Al-Quran berpencah-pencah, ada yang baca ke sana, ada yang bawa ke Irak, ada yang bawa ke tempat mana, sehingga bacaan mereka itu beda-beda. Akhir disatukan dengan nama Mushaf Utsmani. Di zaman Sayyidina Utsman terjadilah Mushaf Utsmani. Sampai saat ini kita baca 7 qiraah yang harus kita baca itu. Mukjizat yang bisa kita rasakan, yang lain tidak bisa. Dengan mukjizat merah bulan, mana melanyo, di mana bulan, tidak tahu. Bisa keluar air dari tangan Nabi, tidak merasakan gitu. Tapi kalau Al-Quran sampai saat ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ahli Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, dosa kita diampuni oleh Allah, amal kita ditambah oleh Allah, kita menjadi orang baik, manfaat daripada ilmu, manfaat daripada perkumpulan, manfaat daripada majalis. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua keluarga-keluarga kita kaum muslimin ajmain, amin ya rabbal alamin. Inilah singkat daripada pembacaan kitab Sulamut Taufik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.